ليه أول ما تحط راسك على المخدة دماغك بيقرر يشتغل؟ مش طول اليوم بس قبل النوم تحديدا. الغريب إنك ممكن تبقى طول اليوم مشغول بس أول ما تهدى كل حاجة ترجع. طب ليه؟ في دماغك شبكة اسمها ديفولت مود نتورك، دي بتشتغل لما تبطل تعمل أي حاجة. يعني إيه؟ يعني لما تسكت دماغك يتكلم. الشبكة دي مسؤولة عن التفكير في الماضي، القلق من المستقبل، تحليل المواقف. يعني ببساطة دي صوتك الداخلي. بس المشكلة إنها مش بتهدى بسهولة، خصوصا لو عندك ضغوط أو قرارات مأجلها أو مشاعر متراكمة. فاكر آخر مرة حاولت تنام ولقيت نفسك بتفكر في موقف من 5 سنين؟ مخك بيستغل الهدوء عشان يفضي كل اللي مأجله، كأنه بيقولك أنت كنت مشغول طول اليوم، دلوقتي دوري. فالموضوع مش إنك بتفكر زيادة، الموضوع إنك أخيرا سكت فدماغك بدأ يتكلم. السؤال الحقيقي مش ليه دماغك بيشتغل قبل النوم، السؤال أنت سايب فيه كام حاجة مستنية اللحظة دي. يمكن الحل مش إنك توقف التفكير، يمكن الحل إنك تسمعه بدري شوية.